عسلامة ومرحبا بكم. هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. جمهور الترجي رائع، الهوني ثائر ومعلول يهزم الكوكي. نجح الترجي في تحقيق فوزه الثاني على التوالي والانفراد مبكرا بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، متقدم على بلوزداد ب3 نقاط ومستفيد من تعادل المريخ والزمالك. وفاز الترجي على شباب بلوزداد في عقر داره. فريق بوسويقة نجح في أول اختبار له خارج ميدانه وسيلاقي في الجولة الثالثة الزمالك المصري. صحيح أنه الترجي قدم مباراة متوسطة على المستوى الفني، وخاصة أداء بعض اللاعبين اللي بات يطرح أكثر من تساؤل، لكن يمكن القول أن المدرب نبيل معلول فوق على المستوى التكتيكي على مواطن مدرب بلوزداد نبيل الكوكي. فالترجي كان على درجة عالية من الجاهزية البدنية وعرف كيفاش يتعامل مع الحماس المفرط لمنافسه، مستفيدا من خبرته الإفريقية الطويلة وتعوده على اللعب تحت الضغوطات. كما أنه معلول كان يدرك منذ البداية أنه بعض لاعبيه تراجع مستواهم الفني كثيرا، وخاصة ثنائي أنيس البدري والمهاجم رياض بن عياد، لكنه خير تأخير التغييرات وأقحم معتز الدام ومحمد علي بن حمودة حتى يستفيد من انتعاشاتهما البدنية عندما بدأ التعب يظهر على مدافعي بلوزداد اللي ضعفوا مجهوداتهم طيلة الشوط الأول بهدف التسجيل. يظل الجناح الليبي حمد الهوني من أفضل اللاعبين على مر السنين لما يملكه من مخزون كروي وفنيات فردية تجعله قادر على تجاوز أي لاعب. حمد الهوني يتحمل أعباء مباراة فريقه وحده طيلة اللقاء، خاصة بعد التراجع اللي ظهر على زميله أنيس البدري. الهوني لعب دور مهم في التغطية والنجاح في صناعة اللعب، وأرهق كثيرا مدافعي الفريق المنافس، كما أنه تحمل مسؤولية التهديف وحده وسدد من مسافة بعيدة ليحرز هدفا رائعا وغاليا، ويسقط بذلك بلوزداد ويحصل في المقابل الترجي على 3 نقاط من ذهب. إضافة للهوني فإنه حارس المرمى معز بن شريفية ساهم بقسط كبير في فوز الترجي بفضل خبرته الواسعة ونجاحه في التصدي لهدفين، رغم أنه ارتكب هبوة قاتلة بخروجه الخاطئ، لكن بشريفية أثبت مرة أخرى أنه رجل المباريات الكبرى. العلامة الأبرز في تنقل الترجي للجزائر كانت جماهير الوفية اللي صنعت الفرجة على مدرجات ملعب 5 جويلية. الجماهير الأحمر والأصفر واللي تعودت على مثل تلك التنقلات تواجدت بأعداد تجاوزت 7000 متفرج في الجزائر، وكانت سندا قويا للاعبين والتزمت بتوصيات إدارة النادي وكانت على قدر المسؤولية ولم تقم بأي أعمال قد تكلف الفريق عقوبات من الاتحاد الإفريقي.